السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين يا طعمين يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل المكرونة الاسباجيتا بطريقة سهلة وبسيطة خالص، يعني ما تاخدش وقت ولا تاخد حاجة. من غير بصل، من غير توم، من غير فلفل، من غير اي اضافات، هو بس الزيت والطماطم والمكرونة، بس مفيش غير كده. طريقة سهلة وبسيطة. يعني الطريقة دي بناء عن طلب مشتركة معايا، بعتت لي قالت لي عايزة طريقة المكرونة الاسباجيتي، فانا من غير بصل ومن غير اي اضافات عليها. انا عملتها النهارده بناء على طلبها، وكل اي حد يطلب مني طلب عينيا ليه لازم انفذه، واحنا هنا تحت امركم ننفذ كل طلباتكم. اللي عايز اي حاجه، اي استفسار عن اي حاجه، احنا هنا موجودين علشان اللي اي حد محتاج حاجه ننفذها له. يا حبايب قلبي، النهارده عملنا مع بعض طبق المكرونه الجميل ده بطريقه سهله وبسيطه، ما ياخدش معانا اي وقت خالص. ويا ريت اللي يدخل يوميات صافي يعمل لايك ويعمل اشتراك في القناة ويدعمنا علشان يوصلكم كل جديد من يوميات صافي كريم. ويلا بقى تعالوا حبايب قلبي نشوف عملنا المكرونة الجميلة دي ازاي. يلا بينا. وهنا بقى هننزل على المكرونة، وهنا بقى سلقنا المية بتاعت المكرونة جاهزة هنا للسلق. هننزل بقى اول حاجة على المكرونة بمعلقة ملح كبيرة كده معانا، وهننزل هنا بالمكرونة. ننزل مع التقليب كده، هنقلب المكرونه معانا علشان ما تلزقش في الحله من تحت كده. هنسيبها مع بعضيها. المكرونه اكله سهله وجميله وسريعه، اي استعجال في اي وقت الواحد مستعجل، يعني اكله سهله وبسيطه وجميله جدا. اكله المكرونه دي من الاكلات السهله اللي بتتعمل، ما بتكملش ثواني بتكون معموله كده مع التقليب كده علشان ما تتهريش او تلزق في قعر الحله. وكده نسلق مع بعض المكرونه كده، وما نجيش عليها في السوا قوي علشان ما تتهريش مننا. لازم ناخد بالنا منها وهي على النار كده. المكرونه استوت معانا وبقت زي الفل اهي معانا كويسه. قبل ما نستوي كده هناخد معلقه كده كبشه من الصوص بتاع المكرونه بتاعنا قبل ما تنزل على النار. ناخد منها كبشه كده صغيره. المكرونه معانا كده، المكرونه بتاعتنا شكلها باين اهو، بقت جاهزه للسوا كده. خلاص استوت معانا، ندفع لها بقى النار. كمان هنجهز حله عشان نعمل الصوص بتاع المكرونه بتاعنا. ممكن ننزل عليها كوبايه من الزيت او نص كوبايه من الزيت كده. ممكن تستبدليه بزيت الزيتون عادي لو انت حابه، يعني كل واحد والحاجه اللي هو بيحبها، زيت عاده او زيت زيتون اللي تحبيه. هنعمل هنا بتاع الصوص بتاع المكرونه من غير بصل، من غير فلفل، من غير اي حاجه كده. صوص المكرونه بالزيت والكمون والحاجات بتاعته والبهارات بس، من غير اي اضافات تانية. هنعملها مع بعض وكده. عملنا الزيت بتاعنا سخن، ننزل عليه بالبصل بتاعتنا عشان نعمل صوص المكرونه بتاعنا الجميل ده. هننزل عليه بمعلقه من الكمون، وكمان معلقه من الفلفل الاسمر، وكمان لو عايزينها كده سبايسي حاره نحط شويه
ما برجع عليها، بتنقلها لمكان تاني خالص. الكمون يا بنات بيخلي المكرونه طعمها جميل، وبنقلها في دنيا تانية خالص. الكمون هو اساس المكرونه، لازم تتعمل بالكمون، بيديها طعم جميل، بيديها ريحه كويسه، تتحب بسرعه وتحب تاكلي منها. الكمون جميل جدا جدا جدا، بيخليها كويسه قوي. وبكده معانا عملنا الصوص بتاع المكرونه. هنخليه بقى على النار لحد ما الزيت يسيب التعصيجه بتاعتنا بتاعت المكرونه. لما السبايس بتاعها ونخليها كده زي الفل معانا، تتسبك تسبيكه كويسه، وننزل عليها بالمكرونه معانا لما تتسبك مع بعض. شايفين الصوص بتاع المكرونه بقى جميل ازاي؟ شايفين كله ساب بعضه، السمن ساب الزيت ساب السبايس بتاعه ازاي؟ التسبيكه بقت جميله معانا وزي العسل. هننزل عليها بكبشه الميه اللي احنا شلناها من على المكرونه، وهنسيبهم كده ياخدوا يدوا مع بعض شويه. دي يا بنات بتديها نكهه جميله جدا جدا، وتخليها زي العسل، تنقلها نقله تانية بجد. وعندك بقى الكمون. الكمون هو اساس المكرونه، يعني مكرونه يعني كمون. انا كنت اكلتها من غير الكمون صراحه، لما اكلتها بالكمون لقيتها خطيره خطيره جميله جدا. الكمون دي المكرونه نقله مكرونه، يعني كمون بجد. كل بهاراتها مركزه على الكمون. مكرونه كده سهله وبسيطه، من غير اي حاجه، من غير بصل، من غير توم، من غير فلفل، من غير اي حاجه من الاضافات ديت. ساده كده بس بالسمن بالزيت والطماطم بس، مفيش غير كده. عصجنا هي التعصجه بتاعت المكرونه بتاعتنا، جهزناها معاكم. لازم كده تفضل كده على النار لحد ما الزيت يسيب التسبيكه بتاعتنا، بس الزيت في جنب والتسبيكه في جنب، علشان تديها طعم وتديها مذاق جميل. اهي التسلية بتاعتنا، العصيده بتاعتنا بقت زي الفل اهي معاكم، ونشفت. ومعلقه الميه اللي احنا شلناها مع المكرونه، ميه السلقه، خدت ودت معاها اهي، وما عادتش ظاهره فيها، ما بقتش ظاهره فيها خلاص، وبقت زي العسل معانا اهي. هنا بقى هننزل المكرونه، هنا غسلناها اهي، شطفناها بشويه ميه وصفيناها، وبقت زي الفل معانا اهي. شايفين؟ ما تخليش المكرونه تاخد في السوا قوي، لازم تديها يعني تنزلها ما تشيلها من الميه وهي ايه، مش تتعجن منك، ما تسيبيهاش لما تتعجن، تشيليها وهي كويسه ماسكه نفسها كده كويسه. تيجي معاكي المكرونه تبقى زي الفل، حطها في مصفى تغسليها، وبعد كده ايه نزلنا بالمكرونه بتاعتنا اهي. في ناس بيسيبوا المكرونه ياخدوا يعني على قد الاكل كده في طبق ويعملوه بالطماطم. انا ما بفضلش كده، انا بفضل المكرونه تنزل كلها في الطماطم وتاخد من بعضيها، علشان تشرب من الصوص بتاعها كلها مع بعض على الساخن كده، تبقى جميله جدا. لكن لما تسيبيها شويه بشويه كده، انا مش بفضل كده. كل بفضله ان انا ايه، ان هي تبقى ايه، تشرب من الصوص بتاعها كلها مع بعضيها. شايفين المكرونه فكه من بعضها ازاي؟ ونسيبها كده على بعضيها بتاع 10 دقايق في الصلصه بتاعتها، تاخد وتدي مع بعضيها كده. اهي، ولا طريه ولا معجونه ولا فيها اي حاجه، زي الفل معاكي اهي. بس اهم حاجه تاخدي بالك منها وهي بتتسلق. مكرونه عاديه، مكرونه من دي، كل المكرونه لازم تاخدي بالك منها وهي بتتسلق، ما تسيبيهاش، ما تنزليهاش في الحله وهي على النار في الميه، وتسيبيها تغطس في الحله، تلزق في قعر الحله. لا، تاخدي بالك منها، ما تسيبيهاش على النار كتير من غير ما تقلبيها في الميه. وهي المكرونه معانا اهي زي الفل. جميله كلها شربت من بعضيها اهي، معانا زي العسل.
هنسيبها كده 5 دقايق تشرب من بعضيها، تشرب الصوص بتاعها، وبعدين ننزل بيها بقى بالتقديم. وبكده طبق المكرونه بتاعنا اتجهز معانا اهو، وبقى زي الفل. شايفين الجمال؟ شايفين؟ شايفين؟ وكنا مظبطين الكمون بتاعها والملح بتاعها وكل حاجه في الصلصه بتاعتها. شايفين الجمال؟ شايفين جمال المكرونه اهي، طعم وريحه ما اقولكوش على الجمال يعني. طبق مكرونه 10/10. يا ريت ما تنسونوش في اللايك والشير، وتشتركوا الاشتراك في القناه، علشان نكبر مع بعض كده، ونبقى كويسين، وكل يوصلكم كل جديد من يوميات صافي. اللي يدخل على يوميات صافي يا ريت يشترك ويعمل لايك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد من يوميات صافي وكريم. بجد بجد طبق مكرونه تحفه، طبق سهل وبسيط وكل الاطفال بيحبوه وكل الكبار كمان بيحبوه. طبق سهل وبسيط، طبق اللي يعني الواحد يتزنق في اي وقت يعمل طبق المكرونه ده. بالليل بالنهار في اي وقت عايزه حابه تعمليه تعمليه. يا ريت يا حبايب قلبي تشاركوا معايا بالاشتراك في القناه في يوميات صفو كريم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع يوميات صفو كريم.